إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن خير الكلام هو كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي الآية السابقة: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين يخبر الله عز وجل ويأمر عباده بالمسابقة وبالمسارعة إلى جنة عظيمة، جنة فيها من الأوصاف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأمر الله تعالى فيها للوصول إليها بالمسابقة والمسارعة، بالمسابقة بالأعمال الصالحة، بالتقرب إلى الله بالطاعات وبالقربات، مسابقة. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. منافسة بين عباد الله في أول من سيدخل الجنة، فيها منافسة، مسابقة
نعم، جنة عظيمة، جنة عظيمة كعرض السماء والأرض. يأمر الله تعالى عباده بالتسارع إليها بالأعمال وبالقربات. نعم أيها المسلمون، ودعونا في هذه الجمعة المباركة أن نتعرض لشيء بسيط من أوصاف الجنة، أوصاف الجنة العظيمة. نعم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من الله كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يخبر الله عز وجل أن في هذه الجنة أنهار عظيمة، أنهار متنوعة، فهذه الأنهار إما أن تكون من ماء غير آسن، أي ليس متغير، لا يتغير مع مرور الأزمان، ماء لا يتغير طعمه، أنهار من ماء غير آسن. إن أنهار الدنيا ومياه الدنيا تتغير وتأتي فيها النجاسات فتغيرها وتبدلها وتنجسها. أما أنهار الجنة فهي من ماء غير آسن لا يتغير، أعده الله تعالى لعباده المؤمنين. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن وأي لبن ليس كلبن الدنيا، لبن أبيض من الثلج وأحلى من العسل. أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى، أنهار من عسل مصفى، أي قد صفي من كل الشوائب فيشربه المؤمن صافيا نقيا يتلذذ بطعمه. أنهار من عسل مصفى، أي ليس فيه شوائب وليس فيه فضلات تؤذي المؤمن عند شربه، بل هو عسل مصفى. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر وأي خمر ليس كخمر الدنيا، فخمر الدنيا يذهب العقل، خمر الدنيا يذهب العقل ويجعل شاربه لا يشعر بمن حوله، يطيش العقول ويذهب بالعقول. أما خمر الآخرة وخمر الجنة فهو ليس كخمر الدنيا، بل هو خمر قال الله عز وجل: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا تتغير عقولهم بسبب هذا الخمر، بل هو لذيذ يتمتعون ويتلذذون بطعمه، لا تتغير عقولهم ولا تتبدل عقولهم. وأنهار من خمر لذة للشاربين، جعل الله فيه لذة، جعل الله فيه لذة لمن يشربه، ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الفواكه الذي يشتهون، فواكه قد كانوا يعرفون أسماءها في الدنيا لكن طعمها ليس كطعمها التي كانت في الدنيا، وفواكه لا يعرفونها ولم تمر عليهم في دنياهم، ولهم فيها من كل الثمرات. وهكذا يجزيهم الله عز وجل بمغفرة منه. نعم، ألا تستحق هذه الجنة التي فيها هذه الأنهار
ألا نسابق إليها وألا نسارع إليها. ماذا علينا؟ علينا فقط أن نخلص العبادة لله عز وجل، أن نتقرب إلى الله بكل ما يحبه ويرضاه، أن نتقرب إليه بالصلوات وبالصيام وبالصدقات وبالزكوات، وهكذا بكل الأعمال الصالحة. فقط نخلص عبادتنا لله عز وجل، لا نشرك بالله شيئا. انظر إلى ما أعده الله لك، فعليك أيها المسلم أن تسابق إلى هذه الجنة، ولا تكن من الخاسرين الذين يخسروا هذه الجنة. نعم، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. احرص أيها المسلم أن تكون من الفائزين، أن تكون من المفلحين، وإياك أن تعمل الأعمال التي تزحزحك عن الجنة، التي تدخلك النار. احذر المعاصي، احذر السيئات، احذر الآثام، احذر الأعمال الشركية والبدعية، احذر، فهذه مهلكات وموبقات توبق صاحبها وتدخله في نار جهنم. نعم أيها المسلم، بادر في هذه الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء. الله عز وجل خلقك في هذه الدنيا ليختبرك وليبتليك وليعلمك أن هذه الجنة ليست دار بقاء، إنما دار فناء، والآخرة هي دار البقاء. نعم، اعمل صالحا في هذه الدنيا الفانية حتى تسعد في الآخرة، حتى تسعد في الجنة الباقية التي لا تزول، فالمؤمن في الجنة مخلد فيها. نعم أيها المسلم، ابذل الأعمال الصالحة لتفوز بهذه الجنة. ومن أوصاف الجنة العظيمة قال الله عز وجل واصفا هذه الجنة بأوصاف عديدة، قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لمن خاف مقام ربه، أي لمن اتقى الله عز وجل في دنياه فخافه وتقرب إليه بالأعمال الصالحة مخافة من ناره وطمعا في جنته وتحقيقا لعبوديته. ماذا وعده الله عز وجل؟ بأن له جنتان. وأي جنتان؟ قال الله عز وجل ذواتا أفنان. هذه الجنتان فيها أغصان، ذواتا أفنان أي ذواتا أغصان غصون الشجر، فيها أغصان فيها من كل الثمار والفواكه. ذواتا أفنان أي ذواتا أغصان فيها من كل الثمار والفواكه. قال الله عز وجل فيهما عينان تجريان. في هاتين الجنتين عينان من مياه تجريان لا تتوقف. فيهما من كل فاكهة زوجان أطيب الفواكه. فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان. نعم، في هاتين الجنتين صنفان من الفواكه، كل فاكهة فيها صنفان. ألذ ما أنت طاعم وألذ ما أنت آكل. قال الله عز وجل كذلك يصف الجنة
متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على سرر، هذه الأسرة مبطنة بماذا؟ بالديباج الغليظ، بأفخر أنواع القماش، وهو الديباج، ديباج الجنة. وحرير الجنة ليس كحرير الدنيا وليس كديباج الدنيا، بل هو أعظم. فيهما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، أي وثمار الجنة قريبة من أصحابها، ثمار الجنة متدلية إلى أصحابها، بمجرد أن يتمنى المؤمن فاكهة من الفواكه تنزل إليه، لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة في قطفها ولا يحتاج إلى بذل جهد حتى ينالها، بل تدنو إليه وتقرب. نعم، نعيم وأي نعيم. قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف، الحور العين، وما أدراكم ما الحور العين؟ قاصرات الطرف أي يغضضن من أبصارهن فلا يبصرن إلا أزواجهن. هيأهن الله وخلقهن الله لهذا العبد، فلا تبصر أعينهن إلا هذا العبد الذي خلقهن الله له. نعم، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يطأهن إنس ولا جان. نعم، أبكارا مهيئات لك أيها العبد المؤمن. نعم، قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، أي كأنهن في جمالهن وحسنهن كالياقوت والمرجان، كأفضل الجواهر في جمالهن. ثم يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها المؤمن، أنت كما عملت الصالحات في الدنيا، أنت كما أخلصت عبادتك لله في الدنيا، أحسنت إلى ربك في الدنيا بالأعمال الصالحة وبالقربات النافعة إلى ربك عز وجل، أحسنت في الدنيا، فالله عز وجل لن يجزيك إلا إحسانا. كما أحسنت في الدنيا سيحسن الله إليك في الجنة، كما أحسنت وأخلصت عبادتك لله في الدنيا الله عز وجل يحسن إليك ويكرمك بأنواع النعيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل. أنت كما أحسنت في هذه الدنيا فالله عز وجل يجزيك الإحسان ويدخلك جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها المسلمون، لنبذل كل ما بوسعنا لنيل جنة ربنا، فالفوز والفلاح في دخول الجنة، والوبال والهلاك والخسارة في من زحزح عن الجنة، في من أبعد عن الجنة. فيا أيها المسلم، لتعلم أن عمرك قصير وأيامك تمر يوما فيوما، فاستغلها بالطاعات وأشغل وقتك بالطاعات لتنال جنة عرضها كعرض الأرض والسماوات. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله عز وجل، يقول الله عز وجل في كتابه: ومن دونهما جنتان، أي هناك جنتان عن هذه الجنتين التي ذكرتا، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال الله عز وجل: مدهامتان، أي خضراوتان شديدة الخضورة، حتى من شدة الخضرة قد اسودتا. مدهامتان أي فيها لونها أخضر، والأخضر هو أجمل الألوان. انظر إلى جمال الأشجار في الدنيا، انظر إلى هذا الكساء الأخضر الذي يزين هذه الأشجار. أما أشجار الجنة فليست كأشجار الدنيا، فهما مدهامتان أي شديدة الخضورة. ثم يقول الله تعالى: فيهما عينان نضاختان، أي عينان من مياه تفوران بالمياه لا تنقطعان. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما من كل الفواكه فاكهة ونخل ورمان. وإنما خص وذكر النخل والرمان قيل لأنهما من أطيب الفواكه في الدنيا. التمر والرمان من ألذ الفواكه، فخصهما الله عز وجل بالذكر. ولا تقارن بين تمر الدنيا وتمر الجنة، ورمان الدنيا ورمان الجنة. نعم. ثم قال الله عز وجل: فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، أي في هذه الجنان الأربع خيرات، نساء جميلات حسان الوجوه، فيهن خيرات حسان. حور مقصورات في الخيام، أي مصونات محفوظات في خيامهن، لا يغادرن هذه الخيام. متى ما دخل المؤمن خيمته وجد نساءه ينتظرنه مهيئن له. حور مقصورات في الخيام، أي محفوظات مصونات في خيامهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطأهن إنس قبلهم ولا جان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، متكئين على سرر ووسائد مغطاه بالكساء الأخضر، وعبقري حسان. نعم، وسرر وفرش من العبقري، وفرش الحسان. أيها المسلم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة كصورتهم كصورة القمر ليلة البدر. نعم، أصحاب الجنة يدخلون الجنة وجوههم مضيئة، وجوههم نيرة، قد جملهم الله، يلجون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون. نعم، في الجنة ليس فيها هذا القدر الذي في الدنيا. فالعبد في الدنيا إذا أكل لا بد أن يخرج قاذورات من هذا الأكل. نعم، يا أذى وقاذورات في الدنيا. المخاط في الدنيا فيه أذى، والبول فيه أذى،
وهكذا التغوط. أما في الجنة ليس هذا القذر وليس هذا الأذى، لا يبصقون، لا يدفنون، ولا يتغوطون، ولا يمتخطون، ولا يبولون. قد نزههم الله عن هذا القذر والأذى. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: آنيتهم الذهب والفضة، يشربون في أواني الذهب والفضة. أمشاطهم الذهب والفضة، نعم، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة. يشربون في أواني الذهب والفضة. هذه الأواني التي حرمت على العبد المسلم في الدنيا، فالمسلم محرم عليه أن يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة. أما في الجنة فقد سخر الله له هذه الأواني. وأي أواني ليست كأواني الدنيا، وذهبها ليست كذهب الدنيا. أمشاطهم الذهب، يمتشطون بأمشاط الذهب. مجامرهم الألوة، أي يتطيبون بأجمل أنواع الطيب، يتطيبون بأجمل أنواع الطيب. مجامرهم الألوة، والألوة أجود أنواع الطيب، طيب الدنيا. نعم أيها المسلم، إن الجنة عظيمة يستحق أو تستحق أن يبذل المؤمن لها كل وقته وكل أيامه، يسعى إلى الله عز وجل، يسعى إلى هذا النعيم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احرص أيها المسلم أن تكون من الصالحين في الدنيا، فهناك جنة عظيمة تنتظرك في الآخرة. فاجعل هذا نصب عينيك، أنك كلما تقربت إلى الله بالطاعات رفعك الله تعالى في الجنة، رفعك الله في جنة عالية. نعم، لا يسمع فيها أي كلام لغو ولا سيء، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة أي مرتفعة، وأكواب موضوعة، أكواب معدة للشرب، ونمارق مصفوفة، وسائد مصفوفة لأصحابها، وزرابي مبثوثة، فرش معدة ومهيئة. نعم أيها المسلم، عليك أن تحرص على أن تنال هذه الجنة العظيمة ببذلك الصالحات وبعملك الصالح. نعم، فالعمل الصالح هو السبيل الوحيد لأن تدخل جنة ربك. فاحرص على هذه الأعمال الصالحة، تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، واحذر من الشركيات، واحذر من البدع، علق قلبك بالله عز وجل. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم خير ناصر وخير معين. اللهم كن لإخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بفرجهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك،
اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم احفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها. اللهم أدم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والطمأنينة. اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.